تعرف مين هو أول والي عثماني على مصر؟ لو رجعنا بالزمن 508 سنة لورا هنبقى في نفس السنة اللي حصلت فيها معركة مرج ضابط، وبالتحديد سنة 1516 ميلادي، واللي بتعتبر واحدة من ضمن المعارك الفاصلة في التاريخ المصري، واللي انتهت بهزيمة المماليك قدام العثمانيين، وبدأ بعد كده سلسلة من الهزائم المتكررة أو الخيانات اللي أدت لسقوط الشام كلها في يد العثمانيين، وبالتالي سقوط مصر تحت الحكم العثماني بعد معركة الريدانية بين المماليك بقيادة طومان باي والعثمانيين بقيادة سليم الأول سنة 922 هجري 1517 ميلادي، وبعد معركة شرسة وطاحنة بين الجيشين، وبرغم شجاعة الجيش المصري إلا إنه اتهزم بسبب التسليح الحديث للجيش العثماني وهو المدافع أو الخيانات اللي كانت موجودة في صفوف المماليك زي جنبرد الغزالي وخير بك. وبعد الهزيمة في الريدانية دخلت مصر في ظل الحكم العثماني، وكان خير بك أو خايم بك هو أول والي عثماني على مصر، وتبدأ مصر في عهد جديد تحت الحكم العثماني واللي استمر حوالي 365 سنة فعليا أو اسميا فقط بعد ضعف الدولة العثمانية. وعشان تعرف أكتر عن حضارتنا المصرية على مر عصورها استنوني في فيديوهات تانية إن شاء الله.